اهلا بيكم في كورس ABC سيسيليان. بنتكلم عن السيسيليان الشيفنينجن. ده الفيديو رقم 6. يلا بينا نشوف الادوار اللي هي على الباد سيت اب من جانب الاسود على ردا على الابيض. E4 C5 ده ماتش ما بين واحد ريته 1784 وواحد ريته 1620، وكان ماتش اونلاين بليتز. تعال نشوف كده. نايت F3 E6 نايت C3 A6 بيشوب C4 B5. لو رجعت بيشوب B3 هيبقى فيها قطعة، فهنا رجع بيشوب E2 فكده خسر نقلة. بيشوب B7 هات B4 واخد منك البيدق، يعني لو كسلت دلوقتي B4 تمشي اخد منك بيدق الايه ل E4 كبقى كسبت عسكري. فهنا D3 فهنا D6 بيشوب G5 هات وزيرك. طب خد فيلي الباسف ده. اخدوا فعلا كوين تيك اي 7 تبييت نايت اف 6 اتش 3 تبييت، وهنا الابيض قرر يلعب دي 4. فات الاوان حاليا في عسكري. طيب بدأ الاول وبعد كده هات الايه العسكري، وكده الاسود كسب عسكري في مرحلة الافتتاح، وده كفيل ان هو يكسبك الدور. تعال نشوف الدور اللي بعده عشان نكمل الدور ده. E4 C5 Knight C3 اللي اسمه closed Sicilian. طيب تعال نشوف E6 Knight F3 A6 Bishop C4 برضه نفس التكنيك. B5 Bishop B3، وهنا الدور على الاسود يكسب قطعة C4، الفكرة اللي احنا شرحناها قبل كده. طيب تعال نشوف الدور اللي بعده. ده دور ما بين واحد 2403 وواحد ريتو 2129. مين اللي ريته اعلى؟ الاسود. الدور ده كان في 2016. تعال نشوف الدور ده مين اللي كسب فيه. E4 C5 Knight F3 A6 A6. طيب نكمل. بيشوب C4 E6 قفل على فيلو. Knight C3 B5 بيشوب E2 بيشوب B7 D3 D6 كاسل بيشوب E7 بيشوب E3 والنايت F6. ولاحظ الفكرة دي من افكارك انك ممكن تعملها. كوين D2 كاسل نايت E1. نايت E1 وحشة جدا. ليه؟ لان النايت اللي كان هنا كان مراقب شوية المربعات دي، فلما مشى كده هو سابهم. هو فكرته ايه هنا؟ انه عايز يلعب F4، بس كده هو ساب المربعات دي، فكده الاسود لازم يعاقب الابيض هنا، مش بانه يكمل الانتشار، بانه يلعب D5 بسرعة جدا. افتح الوسط وكسر السنتر للخصم، وعايزة D4. نقلة مهمة ونقلة قوية جدا، ما تنساهاش. توقيت نقلة D5 تبقى محترف لو وصلت لها في التوقيت الصح. اوكي، اكل بيدق في بيدق، اكل بيدق في بيدق، وهنا لعب بيشوب F3. حط ضغط بحيث لو قررت تزق يطمعك تاكل منك البيشوب اللي في البي 7. يعني انا لو قررت ان انا العب حاجه زي دي 4 هياخد منك الايه الفيل، ولو قررت تاخد مثلا الحصان او الفيل هياكل بالايه بالوزير. اوكي. طيب تعال نشوف هنا هو لعب ايه هنا. الاسود لعب روك A7. كده التهديد بقى واضح. دي 4 مطلوبة، فهو التاني قام لاعب دي 4. اقف عندك مفيش دي 4. قال له طب في بي 4؟ قال له اه في بي 4. نايت اي 2. قال له طيب سي 4 كمان. كده البيادق اتقدمت بشكل كبير جدا في الكوين سايد، واخدت مساحة كبيرة جدا على الخصم. تعال نشوف المساحة دي هيستخدمها ازاي. سي 3 نقلة معفنة، نقلة طالبة حاجات كتير. وهنا بعد سي 3 اي 5 احمل البيدق بتاعي، لو كلت اكل تاني ويبقى معايا عسكري سالك. بي 3 كسر لي السلسلة دي. بيشوب اي 6 لو عايز تكسر اتفضل. بص القطع في اماكن
كرامبد، اماكن يعني في اماكن فوق بعض كده ما بيقدموش اي وظيفة. طيب مشى بالنايت، ضغط على بيدا البي 4، حاول يخلي الرخاخ بتاعته كونكتد. قال له بعد ايه بقى؟ بيدق في بيدق، بيدق في بيدق، بيدق فيل في حصان، اكل بالبيشوب. ودلوقتي نايت اي 4 البيدق وقع بتاع السي 3. دلوقتي مشى بالوزير، قام واخد البيدق اللي في السي 3 وكسب منه عسكري. بيشوب اتش 5 ممكن نكمل عادي لان الدور مازال لسه قوي، بس الفيل ده جاي يعمل ايه هنا؟ فيل معفن مش طالب حاجه. كوين دي 7 ماليش دعوه بيك، شوف انت عايز تعمل ايه مع نفسك. بيشوب اف 4، نايت سي 6 بكمل تعبئتي. كوين جي 3 بيحاول يودي كل قطعه ناحيه جناح الملك. بيشوب اف 6، هات بقى بدأ الدي 4 اللي انت سبته الامور ده. هنا روك اي 1، كوين اف 5، هات البيشوب اللي في الاتش 5 وهات النايت اللي في سي 2. بيشوب دي 1، نايت تيك دي 4. مشى لاني حاليا انا بعد ما تاكل هاكل وطالب حاجات زي كده، ودي هتبقى مطلوبة، او حاجة زي كده، وده هيبقى مطلوب وده هيبقى مطلوب. فهنا النقلة دي خطيرة جدا. لو كلت منك البيدق بالمنظر ده، لو كلتني هاكل بالبيشوب قوي جدا. فهنا لعب بيشوب دي 2، فقام لاعب نايت اي 4 وطالب نفس التهديد، هات الوزير وهات الفيل وهات حصان في حصان وهات الروك بتاعتك. مشى او كسر رخ في حصان، قام واكل بالبيدق. مشى بالرخ، قام ماشي بالرخ. مشى بالوزير، قام جايب الرخين على العمود لانهم فيهم قطع ياما وفي باك رانك، في مشكلة كبيرة جدا. فهنا اكل، قام واكل بالرخ، هات الفيل. لعب جي 4، قام ماشي بالوزير، هات العمود كله. مشى بالفيل، قام واكل الفيل الاسود، والاسود كسب المباراة. ودور قوي جدا من جانب الاسود. شفنا فيه تكنيك عالي جدا، وتطوير للموقف بشكل كبير من اول الدي 5 اللي هي اتلعبت في توقيت مهم بعد ما النايت مشى. وكمان لما ربطني قدرت ان انا اشيل الربط علشان اعرف احرر البوزيشن بتاعي وابقى طالب دي 4. زق علي، لعبت بي 4 الاول بشيل النايت ده عشان متحالي، وبعد كده السي 4 بتاعتي واخد المساحه في الكوين سايد. سي 3 اي 5 بي 3، وهنا قام لاعب له بيشوب اي 6 وبدا يلعب على العمود المفتوح بشكل كبير جدا او بشكل يعني ممتاز جدا. نايت سي 2 وبدأ في بيدق، وهنا اكتشف ان في حاليا بدأ في السي هيقع. في الفحصان، مشي وزيرك يا تمشي فيلك. لو مشيت وزيرك اكل بالبيدق، ولو مشيت فيلك اقدر ادخل النايت في اي 4، وهي دي كانت المفتاح بتاعة المكسب من جانب الاسود. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.